بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من فيديوهات الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. لو بتشوفني لأول مرة أتشرف إن حضرتك تشترك في القناة وتدعمني بتفعيل زر الجرس والتعليقات عشان توصلك أهم الفيديوهات الطبية المتميزة إن شاء الله. هتكلم في هذا الفيديو عن أهم أو إيه الأدوية اللي حرام الناس تشتريها خاصة اليومين دول. هتكلم فيها من حيث إيه هي هذه الأدوية، ومين التخصصات اللي بتكتبها، ومعنى مكمل غذائي. طبعا مش هي الأدوية اللي قدامكم في الصورة، أو مش هي المنتجات اللي قدامكم في الصورة. دي هنتكلم عنها، وأنواع المكملات الغذائية من ناحية الترخيص ومن ناحية الصفة العلاجية أو الدوائية، وأيضا من خلال هل ينفع نغيرها المنتجات دي. اللي أنا هقولها لكم إيه هي وتعرفوها إزاي. هل ينفع نغيرها لو الطبيب كتبها ولا لأ؟ ليه ما ينفعش نشتريها، أو ليه ما أو إيه الأضرار اللي هتتسبب بيها هذه المنتجات، أو إيه هستفيد لما أنا ما أشتريهاش. طب ليه الدكاترة بتوصفها وبتقتنع بيها طالما إحنا شايفينها مش كويسة؟ والدكاترة بتكتبها ليه؟ أو ليه يعني ما تكتبش ليه أحسن منها طالما إحنا هنقول العيوب بتاعتها دي؟ طب هل المنتجات المتوازية معاها، أو اللي هي المفروض من وجهة النظر الصيدلانية أفضل منها بشكل عام، هل هي مثلا ملايكة برضو ما عندهمش أخطاء زي المنتجات دي؟ ده اللي هنقوله وهنشرحه في هذا الفيديو، اللي أرجو إن شاء الله أنكم تشوفوه وتسمعوه بتركيز، وأرجو إن أنا ما أطولش على حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد. إيه هي الأدوية اللي حرام الناس تشتريها خاصة اليومين دول مع الوضع الاقتصادي اللي انتوا شايفينه؟ أول حاجة، هما مش أدوية يعني حرام يطلق عليها أدوية، هي منتجات مرخصة من هيئة سلامة الغذاء، منتجات أغذية مرخصة من هيئة سلامة الغذاء. وده مش معناه إن هي أدوية تحت السلم، لا، هي أدوية لها جهة ترخيص أو منتجات لها جهة ترخيص، ولكن كونها بتتكتب في الروشتة فده ما بيديها هات الدواء اللي في الروشتة. ده المصطلح العام عند بعض الناس. فمعنى مكمل غذائي اللي هو بصوا كده كلمة مكمل غذائي، هنا مكمل غذائي، هنا هو مكمل غذائي. معظم الناس لما بتسمع كلمة مكمل غذائي بتقول إنه بيحسوا إنه هو فيتامين أو حاجة بتدي باور أو حاجة يعني بتدي قوة للجسم. لا، هو مش معناه استخدام خالص، هو معناه ده نوع الترخيص بتاعه أو التصنيف بتاعه أو الفئة بتاعته تبع الأدوية. طب المكملات الغذائية دي عشان نسمع ونعرف إيه المنتجات اللي ما ينفعش نشتريها وحرام ندفع فيها فلوس، لازم نفهم النقاط دي الأول. أنواع المكملات الغذائية، طيب، في من ناحية الترخيص ففي مكملات غذائية لها صفة دوائية، تمام، ودي بتترخص كانت من حاجة اسمها إدارة الصيدلة، حاليا هيئة الدواء، تمام. وبالمناسبة أصحاب شركات المكملات الغذائية بالرغم إنهم عايزين المنتجات بتاعتهم تتوصف كأدوية وتتكتب في الروشتة، إلا إنهم ما وافقوش يكون الترخيص بتاعهم من هيئة الدواء. ففي نوعين، في مكمل غذائي له صفة علاجية بيدي تأثير فارماكولوجي في الجسم، وفي مكملات غذائية ما بتديش هذا التأثير، تمام، يعني ترخيصها من هيئة سلامة الغذاء، تمام. طيب هل ينفع نغير المنتجات دي لو الطبيب كتبها أو لا؟ أيوة طبعا ينفع. يعني مثلا هناخد على سبيل المثال أهو الأوستيوكير، ده مكمل غذائي من اللي ليه صفة علاجية، وأنا جايبه كمثال، تمام. لو أنت مكتوب لك حاجة من الحاجات اللي هي في برطمان اللي هي مكملات غذائية بس ملهاش صفة علاجية وترخيصها من هيئة سلامة الغذاء، أنا مش بقول إن المنتجات دي فيها مشكلة أو فيها ضرر أو مغشوشة أو بيضحكوا على الناس، لا، أنا بتكلم إنها منتجات سليمة، ولكن كونها تتكتب في الروشتة عشان ما فيش قانون يحكم الروشتة حتى الآن. المشكلة هنا يعني ما ينفعش أنا يبقى ده الأفضل
من ناحية إنه بيحتوي على الكالسيوم، وليه الحامل محتاجة كالسيوم ومحتاجة فيتامين د ومحتاجة زنك بصورة إنها غير الغذاء، يعني بصورة علاجية أكثر، وإنه بيحصل لي التركيز المطلوب للعناصر دي في جسم الحامل بسرعة، غير التاني اللي هو غذاء. لا، يبقى أفضل إن أنا أشتري ده. طالما أنا هاخد كده الغذاء ده من بره، هاخده في صورة أدوية، يبقى أشتري الأرخص والأسرع في النتيجة، لكن ما أشتريش اللي هو الأغلى والأبطأ في النتيجة. تمام. فينفع نغيرها؟ ينفع نغيرها، والدكتور ما يقدرش يقول لك إنه كان في صنف، أنا مش عايز أذكر الأسامي دي عشان ما يعني ما اعملهاش اي تسويق من اي نوع، ولو حتى دعم قليل، وما بوفرهاش اصلا عندي في الصيدلية. وبحب يعني الحاجة تقاس الحاجة بالأولويات. يعني ازاي؟ يعني ما ينفعش انا اصرف 110 على مش عارف 20 قرص ولا 150 جنيه، ومش هيجيبوا النتيجة في منتج ب 52 جنيه ال 30 قرص، تمام، وافضل منه في النتيجة. زي برضو منتجات الحديد، المنتجات دي هتلاقيه أغلبها في برطمان، والتخصصات اللي بتكتبها أغلبهم النساء والتوليد في المتابعة، وأيضا البطنة. والله يعني كله الأغلب بيكتبهم دلوقتي. فيا ريت يا جماعة يعني نوفر فلوسنا، بدل ما نضيع فلوسنا في الأرض، أو على الأقل ممكن ناخد الشكل ده بغذاء. يعني طالما ناخد منتج غذائي فأنا أتغذى أفضل، ملهوش التأثير ده، ملهوش التأثير المطلوب. طيب ليه ما ينفعش نشتريها؟ لأن أنا بضيع فلوسي على حاجة مش هتجيب لي النتيجة المطلوبة زي ما أنا قلت لحضراتكم. يعني أنا مثلا عندي كالسيوم، هاخد مصدر كالسيوم؟ لا، أنا آكل حاجات فيها كالسيوم أفضل من إن أنا أشتري منتج أنا فاكره كدواء وهيظبط لي الكالسيوم بصورة سريعة. هتقول لي طب ما هو بالفعل فعال، أوكي، خليني متفق معاك إنه فعال، لكن المبلغ بتاعه مبالغ أمام الخدمة اللي بيأديها في الجسم. يعني أنا أقدر أحصل على منتجات أخرى وليها تراخيصها أفضل منها وأقل سعرا، تمام، مش يعني مع النسبة والتناسب. يعني كل ما هتزيد الحاجة هتلاقي دي زادت أكتر، ودي برضو وصلت لنفس النسبة، يعني هتلاقي برضو في توفير، حاجات سعرها أقل ولكن وهتديني نتيجة أسرع. يبقى أنا كده وفرت على نفسي حاجتين: وفرت على نفسي الفلوس اللي هتضيع، ووفرت على نفسي ان انا جسمي خد فترة كبيرة عشان اعوض العنصر اللي ناقص ده. تمام. كذلك برضو زي مثلا منتج حديد تقريبا ب75 جنيه او ب70 جنيه، وفي الافضل منه المقابل للعلبة ما زالت ب13 ونص، اللي هي علبة انريتش حديد. تمام. طب ليه الدكاترة بيكتبوها؟ الدكاترة بيكتبوها مش زي ما احنا متخيلين كله ده طبيب مرتشي والكلام ده. لا، في دكاترة بتكتبها عشان هو شايف منظر الشركة بتصرف كويس، المنتج بتاعها العلبة بتاعته فخمة، كل شركات التوزيع بتوزعها، فمش عايز أخش في تفاصيل كثيرة يعني. فهو شايف إنه ده منتج بيجيله مناديبه متوفر في كل مكان، وشركته بتعمل عليه مؤتمرات ومش مؤتمرات والكلام ده. يعني قصة مؤتمر ده مش هيعمل منظر للمنتج وهيعمل شكل فقاعة كده، ولا ده شركة عالية وشركة نظيفة والكلام ده. طبعا لازم المؤتمرات ولازم، لكن في مؤتمرات ليس لها قيمة، مش هتدي النتيجة في الجسم. عشان أنا عملت مؤتمر في فندق مش هيقول لي لا لما أنا هديله فلوس وأعمل مؤتمر وأجيب شاشات عرض والكلام ده. طب الإقناع، في تلاقي حد مقنع وتلاقي دكتور مش هيعرف إن دي، وده ما يعيبش الطبيب يعني، عشان بس ما حدش يفهم الكلام خطأ. ده لا، ده مش تخصص الطبيب، فهو مش هيعرف يعني ايه فرق في التراخيص. ده ملف إدارة وده ملف كذا، وده السجل التجاري بتاعه، وده اختار وده اختار تسجيل، تفاصيل كثيرة جدا في هذا الموضوع، فبيكتب. أيضا تلاقي دكتور متدين وهيكتبه صح، هو ما عليهوش ذنب. ليه بقى؟ لأنه هو في الحالة دي هيكون تم غشه، او هتلاقي مثلا يلاقي مندوب بيجيله باستمرار وشايف ان المندوب ده بيتعب، وهو مقياس اتقان العمل. والله ده شايف المندوب، والله لا اكتب له. ماشي، ما انت هتكتب له، بس انت كده مين اللي قدر تعب المندوب؟ مش انت، ده دفع من جيب المريض من غير ما انت تشعر، بالرغم من نيتك الطيبة. طيب
عشان ما اطولش على حضراتكم، يا ريت اتشرف ان لو حد عايز يستفيد من هذا الفيديو يوقفه، ولو في حاجة مش فاهمها يعني ايه، وقف الفيديو عنده كل حتة عايز فيها توضيح أو عايز فيها سؤال، عشان الرسالة دي لازم توصل لأكبر عدد من الناس. هل الشركات اللي هي منتجاتها بقى من هيئة الدواء، هل كلهم ملايكة وما عندهمش أخطاء وما عندهمش أخطاء؟ أنا بتكلم عن الأخطاء المقصودة. الأخطاء الغير مقصودة دي عند أي حد. الأخطاء المقصودة عند كل ما عندهمش منها، وبرضه مش بيلعبوا وبيتلاعبوا في الأسعار أو في بعض المنتجات. لا فيه، ولكن بصفة عامة ما ينفعش أنا ده عرفته خلاص بيبيع لي الحاجة اللي أنا أقدر أشتريها ب 52 جنيه، عايز يبيعها لي ب 110، بل بالعكس الحاجة اللي هي ب 52 أو ما يقرب من هذا السعر أحسن منه بكثير جدا. لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة، ادعمني بذلك، وأرجو إنك أنت توصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس. والأدوية اللي انتوا شايفينها دي على سبيل المثال، وليس على سبيل التحذير أو الحصر. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.